السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن الشفاطات الالماني الاصلي، وهوضح لحضراتكم دلوقتي ازاي نعرف الشفاط الالماني الاصلي. موجود بفضل الله جميع مقاسات الشفاطات الالماني، من اول مقاس 40 في 40 50 في 50 60 في 60 لحد اكبر مقاس 80 في 80. ازاي حضراتكم بنعرف الشفاط الالماني الاصلي؟ الشفاط الالماني الاصلي حضراتكم بتكون الكتابة بارزة على الموتور نفسه، زي ما واضح امام حضراتكم كتابه زي كده. عشان تتعمل لازم تكون في اسطمبه الموتور نفسه، يعني كده معانا الشفاط الماني اصلي. لكن حضراتكم كتابه موجوده على الشاسيه او على الريشه حفر او تيكت، كل ده حضراتكم سهل وبالليزر بيتعمل. معانا هنا حضراتكم شفاط 60 في 60، طبعا كل شفاط بيبقى مكتوب عليه كام واط وبيسحب كام متر مكعب. هنا حضراتكم الشفاط ال 60 في 60 الالماني 500 واط وبيسحب 6300 متر مكعب. طبعا حضراتكم هنا ال 6000 متر مكعب بنعرف ان الشفاط ده هيشتغل على اي مساحه. يعني حضرتك بنضرب الطول في العرض في الارتفاع في 60، لو تربية أرضي بيدينا رقم، ولو تربية بطاريات بنضرب الطول في العرض في الارتفاع في 100 بيدينا رقم، فمن خلاله بنعرف مقاس الشفاط اللي يناسب المساحة عند حضرتك. يعني بتحسب عند حضرتك إن كانت تربية أرضي بنضرب الطول في العرض في الارتفاع في 60 بيدينا رقم نعرف منه مقاس الشفاط. لو تربية في البطاريات بنضرب الطول في العرض في الارتفاع في 100 بنعرف منه برضو مقاس الشفاط. لو مش عارف حضرتك تحسبها ممكن حضرتك تبعت لي في التعليقات المكان كام في كام، ارتفاع كام، او على الواتساب وانا هحسب لحضرتك واوضح لحضرتك هتحتاج شفاط كام في كام. موجود معانا حضراتكم هنا الشفاط ال 60 في 60 500 واط بيسحب 6300 متر مكعب. موجود كمان حضراتكم هنا الشفاط ال 70 الالماني 740 واط بيسحب 8700 متر مكعب. وهنا حضراتكم الشفاط 150 واط بيسحب 2350 متر مكعب. وهنا حضراتكم اكبر شفاط اللي هو 80 في 80 2200 واط بيسحب 18000 متر مكعب. هنا كهرباء 3 فاز بيسحب 18000 متر مكعب. يعني بتحسب حضرتك زي ما وضحت تربيه ارضي الطول في العرض في الارتفاع في 60 بيديك رقم، الرقم ده بنعرف منه ان حضرتك محتاج تغير كام متر مكعب في الساعه، بنعرف منه مقاس الشفاط. لو تربيه في البطاريات بالطول في العرض في الارتفاع في 100 برضه هيديك رقم بنعرف منه الرقم دوت مقاس الشفاط. موجود بفضل الله جميع مقاسات الشفاطات الالماني، وموجود كمان حاطكم مفتاح السرعات الخاص بالشفاط، مفتاح امن على الشفاط مفيش منه اي مشكله، والمفتاح عليه ضمان مدى الحياه ضد عيوب الصناعه وضد سوء الاستخدام. طبعا مفتاح السرعات بنستخدمه بالاخص في الشتاء عشان خاطر نهدي سرعه الشفاط خصوصا لو احنا مدفيين العنبر. موجود كمان حاطكم التايمر ال 24 ساعه ممكن نظبطه على الشفاط او برنامج الاظلام او الفانات، يعني هو بيشتغل ربع ساعه ويفصل ربع ساعه او ساعه زي ما حضرتك عايز، يعني اقل حاجه فيه درجه التشغيل او الفصل ربع ساعه. عنوان المؤسسة حضراتكم في عزبة العجانة مدينة نصر القاهرة، ويوجد شحن لجميع المحافظات، ومن على اللوكيشن بتبحث من أي مكان عن مؤسسة أبو مالك تظهر لحضرتك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.